بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا بحضراتكم، كل سنة وحضراتكم طيبين. ربنا يسعد أيامكم ويجعل الأيام كلها مباركة بوجود ربنا يسوع المسيح في وسطينا. النهاردة هنتكلم عن اختبار روحي لإنسانة كانت نجمة في الأفلام الإباحية، وتحولت من إنسانة عايشة ومغروزة في الخطية إلى كارثة باسم ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح. إزاي المسيح ظهر لها واتكلم معاها، وبعدها حصل التغيير الكامل في حياتها اللي قاله لها السيد المسيح، خلاها تتغير وخلاها تعيش تجذب الناس لربنا. ايه اللي حصل بالتفصيل ده اللي هنعرفه في فيديو النهاردة. ولو حابين تسمعوا معجزات اكتر واخبار الكنيسة فما تنسوش تشتركوا في القناة، وكمان تشاركوا معايا في الخدمة بان غيركم ياخد بركة الفيديو ده توصلهوله بالمشاركة واللايك. اما دلوقتي تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل اختبار النهاردة مع بعض. في الحقيقة صاحبة الموضوع هي بنفسها اللي هتحكي لنا اللي حصل معاها. بتقول أنا اسمي دينس وعمري حاليا 42 سنة. في البداية وأنا عندي 18 سنة قررت أن أنا أسيب بيت أهلي وأنتقل للعيش في مدينة لاس فيغاس، ودي عاصمة ينبع منها الخطية. أنا رحت هناك وقعدت أدور على عمل عشان أعيش ولوحدي مستقلة وكده، لكن اللي لقيته قدامي هو شغل في مجال التمثيل، وكانوا بيصنعوا الأفلام الإباحية. اشتغلت في الأفلام بتاعتهم وازدادت شهرتي في سن 20، وابتديت أشتغل في الفندق كراقصة ومضيفة في منازل الأغنياء ورجال الأعمال، ونلت شهرة واسعة جدا عند الأغنياء اللي كانوا بيمروا في الفندق اللي كنت بشتغل فيه. ومن الكثير من الفنادق كانوا بيطلبوني عشان أشتغل في الرقص وعمل الخطية، وصار لدي مال كتير جدا وثروة هائلة، وامتلكت بيوت كتير جدا، بيوت واسعة فيها حمام سباحة وساونا وكل وسائل الراحة. كانت كل حياتي عبارة عن الخطية والكحول والحاجات الوحشة بلا حدود، لحد ما حسيت ان انا زهقت من نفسي وزهقت من الحياة اللي انا فيها دي، وانه الحياة دي صعبة ان انا اكمل فيها، وحسيت ان انا في وحلة من القذارة ووقعت نفسي فيها. ساعتها ما بقاش قدامي اي حل غير ان انا قررت ان انتحر وانهي حياتي اللي مغروزة في الخطية عشان ما قداميش اي حل تاني. وفعلا جبت ازازة دواء وشربتها كلها، واول ما حصل كده اغمى عليا ونقلوني للمستشفى. شعرت في روحي بخوف وهلع كبير جدا من الموت. قلت لو مت دلوقتي انا هروح الجحيم، لان خطاياي كتيرة جدا وما عملتش اي حاجة صح عشان ربنا حتى يدخلني السماء. فخفت جدا، وبدأت من هنا أصلي والتجأ للرب يسوع من كل قلبي. صرخت ليه وصليت وقلت له يا رب يسوع المسيح، ساعدني أرجوك وانقذ نفسي الشقية من الموت والهلاك الأبدي. أنا مش عايزة أموت واروح الجحيم الأبدي. أرجوك يا رب انقذني، وأوعدك بإني هتوب وهفعل كل اللي هتأمرني بيه. بتقول في الحقيقة بعد ما خلصت الصلاة دي شعرت بفرح كبير جدا غمر روحي، ولكن لسه جسدي لازال يصارع من الموت. وسمعت وقتها المسيح بيرد عليا وبيقول لي بكل محبة لقد سمعت صوتك وصراخك وقبلت توبتك، وسأنقذك من الهلاك، وستكونين ملكي أنا، خادمتي أنا، جنديتي المحاربة، ابنتي الحبيبة. أريدك أن تتحدثي مع البنات اللواتي يعيشون حياة الخطية مثل ما أنت كنت تعيشين، وتكلميهم عني وتقولي لهم قد إيه أنا بحبهم وعلى استعداد أن أغفر ليهم إن تابوا ورجعوا ليا.
ليه بيخلقوا ويختاروا لنفسهم الجحيم؟ أنا فديتهم على الصليب وتألمت لأجل خلاصهم، أرجوكم عودوا وارجعوا ليا. في الحقيقة كانت فرحانة جدا إن شافت المسيح واتكلم معاها، فتحت عينيها، شافت نفسها إن هي في المستشفى. في الوقت ده هي كانت في غيبوبة مش دريانة بأي حاجة، ولقت جنبها ممرضة هي اللي كانت مسؤولة عن الحالة بتاعتها. فسألتها وقالت لها أنا بقالي هنا كام ساعة وأنا جيت هنا إزاي؟ فجاوبتها الممرضة وقالت لها أنت هنا من 15 يوم وجابوكي المستشفى وحالتك كانت خطيرة جدا، والأطباء عملولك عملية قلب مفتوح، وبعد أيام قليلة يعني هيخرجوكي من العناية المشددة بإذن الله. لكن حاجة عجيبة جدا ربنا حب يثبتها لها، ان الممرضة قبل ما تخرج من الأوضة رجعت وبصت لها تاني وقالت لها مع انك كنت فاقدة للوعي، ولكن لسانك ما توقفش عن تكرار جملة واحدة كنت بتقوليها، هي شكرا ليك يا يسوع، شكرا ليك. وهنا اتأكدت ان ربنا يسوع المسيح هو بنفسه اللي شفاها ومنحها الحياة الجديدة، وقبل التوبة بتاعتها وملاها من روحه القدوس. ففضلت فعلا وهي صاحية تقول أشكرك يا رب يسوع المسيح، شكرا انك قبلت توبتي، شكرا انك انت اديتني حياة جديدة، شكرا انك قبلتني رغم قذرتي وخطاياي وبعدي عنك سنين طويلة. وقعدت تقول لربنا شكرا وشكرا مش هتوفيك حقك. وبعد ما خرجت من المستشفى بدلت طريق حياتها بالكامل، وفتحت مع ربنا صفحة جديدة، وقررت ان هي تعيش حسب وصايا ربنا، وابتدت تروح الكنيسة وتتعرف على الناس والخدام وتلبس لبس محتشم. مش بس كده، ما كانتش بتتكسف ان هي تقف وتقول قد ايه كانت عايشة في حياة الخطية، لكن ربنا بيحب الخطاة وبيكره الخطية، وبيستنى الوقت بس اللي يقولوا فيه سامحنا يا رب فياخدنا في حضننا ويدينا حياة جديدة. في الوقت ده قررت ان هي توفي وعدها مع ربنا اللي هو قال لها روحي وكلمي البنات اللي كانت عايشة زي ما انت كنت عايشة وخليهم يرجعوا ليا، قولي لهم ان انا بحبهم. ففعلا قررت تروح الفنادق اللي كانت بتعمل فيها الخطية، وكانت تعرف اغلب البنات اللي كانوا هناك وبيعملوا في نفس المجال ده. كانت بتزورهم وتاخد معاها شنطة وتملاها بالهدايا الجميلة، وتحط من ضمن الهدايا دي الإنجيل كهدية، وتبتدي تكلمهم عن ربنا يسوع المسيح وازاي أنقذ حياتها من الموت ومن الجحيم واداها حياة جديدة، وتنصحهم ان هم يتركوا حياة الخطية ويتوبوا. ولما كان ناس منهم ما فيش اي دخل غير الحاجة ديت، فكانت تطمنهم وتقول لهم هفضل معاكو وهصرف عليكو لحد ما تقفوا على رجليكو وتلاقوا شغلانة احسن من كده، وتكونوا حياتكم مع ربنا افضل من انك انتوا تبقوا بعاد وتخسروا الحياة والابدية. فكان ناس كتير جدا بتستجيب ليها. في البداية بدأت بواحدة استجابت ليها وقررت التوبة وساعدتها بالوصول لبقية البنات، وابتدوا يعملوا مع بعض ويبشروا باسم السيد المسيح. وبعد كده بنات كتير جدا بدأت تتواصل معاها، كانت بيتواصلوا معاها من خلال يروحوا لها البيت، يكلموها على الفيس بتاعها، على الواتس. كانت فاتحة بابها وفاتحة أحضانها لأي حد عايز إن هو يعيش مع ربنا، وكانت بتساعدهم ماديا وبتساعدهم إن هم يبتدوا حياة جديدة وتقربهم من الكنيسة ومن أبونا ومن الاعتراف والتناول. وبتقول ربنا باركني أكتر وأكتر وأنا مش عارفة أشكره إزاي، وصرت إن أنا بعول واصرف على بنات كتير جدا، والرب قادني علشان أزور الفقراء والمحبوسين، حتى المجرمين اللي محبوسين كنت بروح لهم وأكلمهم عن يسوع. لدرجة في يوم من الأيام كنت بزور المسجونين وقعد أتكلم معاهم في الكتاب المقدس وقد إيه ربنا حنين وقد إيه ربنا بيكره الخطية لكن مش بيكره الخطاة ومستنينا في أي لحظة نرجع. فكان كلامي بيغير ناس كتير. بس في يوم من الأيام كان موجود هناك رتبة كبيرة، فاتكلم معايا وقال لي انت مش بتخافي من الناس المجرمة دي؟ جاوبته وقلت له
لا طبعا، لاني محمية من الله وجيش من الملائكة حواليا بيحوطني. انا مش خايفة، وربنا دايما بيمشي معايا ويقودني، وبيقودهم هم كمان للتوبة. ونهت اختبارها الجميل بكلمتين ياريت فعلا نعمله باللي هي بتنصحنا بيهم. بتقول: أصدقائي الأحبة، أرجو منكم ألا تحتقروا البنات الذين يعملون في الخطية، لأن المسيح بيحبهم أيضا وجاء لخلاصهم أيضا، بل صلوا لأجلهم، ساعدوهم للتخلص من حياة القذارة. الله يحب جميع أبنائه، وجاء يسوع المسيح إلينا لننال النعمة والخلاص، فلا تقسوا قلوبكم عليهم، وساعدوهم وانصحوهم وصلوا لأجلهم. وكلام هذه التائبة بيثبت ربنا لما قال: ما جئت لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة. ربنا يدينا حياة التوبة وعدم اليأس. وربنا قال: كل لما أقوم تاني، لماذا تشمتي في عدوتي؟ إن سقطت فأقوم. كلنا معرضين للمحاربات والخطايا، لكن الأهم والشاطر اللي يعمل زي الابن الضال، يرجع لربنا جري وما يأجلش، ويقول له: أخطأت يا أبتاه في السماء وقدامك، ولست مستحقة أن أدعى لك ابنة، بل اجعلني كأحد أجرائك. هتكون النتيجة أن ربنا هياخدنا في حضنه ويقول: خلاص نسيت انتوا عملتوا ايه اصلا، اهم حاجة ان رجعتوا ليا. فعلا ربنا ما فيش احن منه، هنا حنين وبيغفر وبيسامح، لكن في السماء هيكون عادل جدا، مش هيبقى فيه وقت للتوبة ولا فيه وقت انه يسامح. هنا لينا فرصة على الارض، لكن في السماء كل واحد هيجازي حسب عمله. شفاعي من أجلنا يا أم النور، ربنا يغفر خطايانا ويكون لينا نصيب صالح في السماء، ويجعل حياتنا دايما في التوبة وإحنا على الأرض عشان يكون لينا نصيب صالح في السماء. بركة شفاعة أمنا العذراء مريم تكون معانا وتفرح قلوبنا. بكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. أتمنى أن انتوا تذكروني في صلواتكم. أشوفكم بإذن يسوع في فيديو جديد.